فساد المبعوثة الدولية جنين هينس بلاسخرت ومارتن كوبلر هم أسوأ بعثة أممية دخلت للعراق منذ تأسيس جمهورية العراق. وراح أعطيك عدة قضايا مهمة جدا ما ظهرت للإعلام يعني بشكل كامل، وبعضها موجود عند فرق التحقيق في الأمم المتحدة في نيويورك. وخليني أعطيك هذه القضية الأولى عن قضية بعثة يونامي برئاسة بلاسخرت. بلاسخرت اتقاضت أموال من جهات حزبية ميليشياوية وفصائل مصنفة إجرامية دوليا ومن شخصيات قتلت الآلاف من العراقيين، مقابل أنه ترفع لهم بلاسخرت موقف إيجابي لمجلس الأمن الدولي وللأمم المتحدة عن الفصائل وتبرئة الفصائل المسلحة من دم ثوار تشرين، ودور الفصائل وعلاقتهم بجرائم ضد الإنسانية. وأيضا كان لبلاسخرت صفقات فساد من صندوق إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة ومن مقاولين وشركات ورجال أعمال مقابل مشاريع إعادة أعمار اللي تمولها الأمم المتحدة في المناطق المنكوبة. هذه قضية. أخذ هذه القضية الثانية. بلاسخرت كانت تسرب معلومات تحقيقية خاصة لاستخبارات الخزانة الأمريكية حول عمليات تمويل فصائل إيران، ومعلومات تحقيقية خاصة استخبارية عن شخصيات مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية، وتعطيها إلى شخصيات بالفصائل وحزبية وميليشياوية في العراق. هذه كانت أكبر عملية اختراق لمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومكتب الخزانة الأمريكية. أخذ هذه القضية الثالثة، وهذه فضيحة. تتذكر حضرتك وجميع الناس انصدموا بقضية صورة الأمين العام للأمم المتحدة مع